السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا وحشتوني جدا جدا. طبعا هو الوقت مش ده وقت الفيديو دوت، بس انا عشان كنت منزله لكم الشقة قبل الفينش فحبيت ان انا انزلها لكم بعد الفينش واوريكم جولة في شقة اخويا العريس. زي ما انتم شايفين دي اوضة الاطفال زي ما انا وريتها لكم قبل كده بعد ما اتفرشت زي ما احنا شايفين مع بعض. قلت اوريها لكم كده ونعمل جولة سريعة مع بعض. بصوا الدولاب، عقبال يا رب اولادكم جميعا يا رب كده تفرحوا بيهم يا رب كده عن قريب. طبعا عذرا عشان انا صوتي تعبان عشان عندي دور برد، عشان كده ما بقدرش ان انا اصور كتير الايام دي زي ما انتم شايفين. بصوا طبعا يا جماعة ربنا يعين كل واحد بيجوز عروسة او عريس الايام ديت. طبعا زي ما انا كنت وريكم قبل كده ان ده الريسبشن بعد ما اتفرش بقى والسجاد اتحط والمفارش كل حاجة بقت ما شاء الله زي ما انتم شايفين. عقبال اولادكم جميعا يا رب، اولادكم وبناتكم وتفرحوا بيهم كده وبنجاحهم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بصوا ده الريسبشن اهو بعد ما اتفرش وحطينا المفارش وحطينا كل حاجه. البساطه في كل حاجه حلوه جدا. وطبعا كل واحد بيعمل كل حاجه على قد ظروفه، محدش يبص لظروف حد ولا يقول ده جاب او دي جابت، لا كل واحد يمشي على قده. وطبعا احنا عارفين ان السعاده والهنا وكل حاجه كويسه مش بالعفش مش بالفرش مش بكده. السعاده يعني لما يعني بالبساطه وانكم تتقوا الله في بعض دي حاجه كفايه جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده خلصنا وشفنا ريسبشن مع بعض. بصوا اوضه النوم بعد ما فرشنا طبعا وحطينا الضربيه بتاعتها بقى، وعايزه اقول لكم ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. عقبالكم يا اولادكم جميعا يا رب. زي ما احنا شايفين كده طبعا كل حاجه بتبقى اذواق. طبعا هم ذوقهم جميل جدا ما شاء الله ما شاء الله. بصوا ده الدولاب اهو، هفتحه لكم طبعا واوريه لكم من جوه دلوقتي معايا. بصوا طبعا ما تقوليش بصي دي جابت فرش قد ايه لا انا اجيب زيها، لا كل واحده بتجيب على حسب مقدره اهلها على حسب مقدره والدها والدتها. كل حاجه في البساطه بتبقى كويس سواء من العريس او العروسه. ورب كده يسعد كل البنات ويسعد كل الشباب يا رب ويسهل الامور لكل الناس. بصوا ادي الدولاب من جوه زي ما انا وريته لكم اهو زي ما احنا شايفين مع بعض. بصوا والسراحه كمان هوريها لكم. طبعا شايفين رصه الدولاب ديت اختي وانا اللي عاملينها والتطبيقه والحاجات ديت. العروسه يعني هي اختنا مش مرات اخونا، فحبت ان احنا نشاركها في كل حاجه مع بعض. بصوا جايبه طبعا منظمات والحاجات دي كل حاجه. طبعا بندي افكار عشان كل واحد ايه يبقى عنده ايه فكره يعمل بيها. وده المطبخ زي ما انتم شايفين. بصوا التلاجة طبعا بصوا شايفين الالوان، الوان كلها متناسقه مع بعضها حاجه جميله جدا والله. عقبال ولادكم يا رب وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول شهر رمضان الكريم يا رب يعودوا عليكم بالخير يا رب ان شاء الله. شفتوا بقى كده دي كانت جوله سريعه في شقه اخويا يا رب. ربنا يسعده ويهنيه وادعوا له يا رب يرزقه بالذريه الصالحه اللهم امين ويفرحكم وولادكم جميعا. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة وربنا يحسن ما بين ايديكم.